سلام حبيباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير. نتوما كتشاهدوا هاد الفيديو كيف العاده. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تشتركوا بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد كنسلو. ما تبخلوش عليا باللايك والتعاليق ديالكم. الا مازال ما داخلينش عندي الانستغرام غادي نخلي لكم هنا لتحت، دخلوا عندي واشتركوا، خليو لي كل التساؤلات ديالكم. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غنشارك معكم بيتزا بدون عجين ولا دقيق، بدون دلك ولا عناء، كتحضر في اخر الدقائق. فعوض اننا نديرو العجين كنديرو القاعده من البطاطس ولا من البطاطا، كتجي رائعه رائعه ولذيذه وسهله في التحضير ديالها. بلا ما نطول عليكم خليكم مع المكونات وطريقه التحضير. اول حاجه كنحتاجو 3 ديال البطاطات يكونوا متوسطين الحجم، اللي كنحكوهم في الحكاكه هكا الخليطه. من بعد ما حكينا البطاطا غادي نضيفو عليها واحد الفص ديال الثوم، غادي نحتاجو 2 بيضات يكونوا بحراره الغرفه، غادي نضيفو القليل من الجبن. انا هنا استعملت جبن ديال الإدام، كيمكن لكم تستعملوا اي نوع ديال الجبن متوفر عندكم. غادي نضيفو القليل من الفلفل الاسود والقليل من الملح، كنضيفو القليل من الزعتر، وغادي نضيفو 2 معالق كبار من زيت الزيتون. كنخلطوا الكل جيدا حتى كيندمجوا لينا، وكنجيبوا الطاوه اللي كتدخل الفران اللي غادي نديروا فيها البيتزا. انا اختاريت هاد الدائريه ديال الزاج، دهنتها بالقليل من الزبده وغادي نفرغ فيها الخليط. غنحاول انني نبسطو بطريقه متساويه، وكندخلوا الفران اللي مسخن من قبل على 180 درجه حتى كيبانوا لنا دوك الجناب وداك الفوق تحمر، وكنخرجوها باش نعمروها. بالنسبه للصلصه ديال الطماطم، عندي هنا مطيشه اللي كنت سلقتها قبل وطحنتها. غادي نضيف ليها ملعقه كبيره ديال المركز ديال الطماطم، وغادي نضيف القليل من الفلفل الاسود، قليل من البابريكا، القليل من الملح، وغادي نسم بالزعتر، وبطبيعه الحال غادي نضيف زيت الزيتون. غادي نحاول نشحر الكل جيدا حتى تعلق ليا ديك لاصوص وغتكون عندنا واجده. وهكا كيكون الشكل ديالها من بعد ما كنخرجوها من الفرن. غادي نبداو دابا نعمروها. اول حاجه غادي نوضعوا صلصه ديال الطماطم، غادي نضيفوا الجبن. انا هنا وضعت الجبن ديال الإدام، كيمكن لكم ديروا موتزاريلا ولا اي جبن متوفر عندكم. وكنضيف الفلافل الملونه اللي شحرتها قبل في القليل من زيت الزيتون مع الملحه والفلفل الاسود.
غادي نضيف القليل من الطون. كيمكن لكم توضعوا اي حاجه متوفره عندكم، كيمكن لكم ديروها بالدجاج بالكفته باللي متوفر عندكم. انا درت فيها الطون وغادي ندير فيها القليل من السيبيا، فواكه البحر يعني اللي متوفره عندكم بطبيعه الحال ديروها، الكروفيت كالامار، اللي شحرتها انا بشويه ديال الزبده والفلفل الاسود. وفي الاخير كنديروا رشيشه ديال الزعتر وكندخلوها للفرن. كنشعلوا ليها غير لتحت، ما كنشعلوش الفوق باش ما تحرقش لينا الحشوه. كنخلوها كطيب من الاسفل جيدا، باش هكا كتقرمل لينا وكيطيب داك التحت ديال العجين، ما كيبقاش لينا ما نحسوش بديك البطاطا، كيولي بحال عجين هكا متماسك. وبطبيعه الحال في نفس الوقت مع الحراره ديال الفرن غادي يذوب لينا الفرماج. هنا كتسالي لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى الوصفه اللي قدمت لكم تنال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك والتعاليق ديالكم. تلاقاكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم. السلام عليكم.